ومهالك الرجال في ثلاث، والله ما وقع في شرها أحد إلا هلك وخسر السعادة والراحة في الدنيا والآخرة. وقبل أن نبدأ لا تنسى المتابعة والمشاركة، فالدال على الخير كفاعله. أولا تضييع الصلاة. الصلاة هي صلة بين العبد وربه، فمن قطع اتصاله بالله ماذا سيأتيه من السعادة؟ والصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فاحذر أن تكون مضيعا لصلاتك. المهلكة الثانية عقوق الوالدين، وما أكثره في هذا الزمن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة، وذكر منهم وعاق الوالدين، فإياك أن تكون عاقا لوالديك، خاصة عند الكبر، فلقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. المهلكة الثالثة وهي منتشرة وطامة وآفة في هذا العصر مع هذا الجوال، وهي ذنوب الخلوات، كما قال صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون بحسنات أمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا، مع أنهم يصلون ويصومون ويعملون من الأعمال الصالحة ما يعملون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فتخلص سريعا من الذنوب الخوافي، من ذنوب الخلوات، من مشاهدة المقاطع المحرمة وفعل العادة الخبيثة قبل فوات الأوان. انطلق معنا في رحلة التعافي الآن. أوصيك بكتاب لن تهزمني بعد اليوم بإذن الله، يحدث فيك نقلة نوعية ويعينك في التخلص من هذا الداء الفتاك، خاصة إذا طبقت ما فيه باحتراف. أرسل المقطع لأخيك أو صديقك، وتذكر أن الدال على الخير كفاعله.